ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكون بخير. اول فيديو انا اتكلمت عن ان انت عشان تدخل مجال زي مجال الداتا محتاج ان انت يكون معاك بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه في حاجه زي الاستاتستيك والكمبيوتر ساينس والحاجات دي كلها. طيب بس الحاجه اللي انا عايز اوضحها ودوت من ضمن الاسباب اللي انا عملت الفيديو دوت في حاله ان انت لو هتسلك طريق اللي هو الطريق، يعني عندك الاوبشن ان انت تدخل جامعه او عندك الاوبشن ان انت تكمل مؤهلاتك من اول وجديد. بس لو انت ما عندكش الاوبشن دوت، يعني زي مثلا انت ما معكش الفلوس ان انت تخش جامعه من اول وجديد، او ان انت كبرت مثلا في السن، او ما عندكش المقدره ان انت ترجع وتخش كليه تاني عشان تاخد حاجه زي مثلا ستاتستيك او تذاكر ستاتستيك او تذاكر كمبيوتر ساينس او اي حاجه من الكلام ده. هل في طريق تاني تقدر ان انت تاخده عشان تدخل مجال الداتا؟ مليون في المية فيه. طيب ودوت نفس الفكره بالظبط ان انت بتعملها لو انت عايز تدخل اي مجال تاني، زي مثلا او على سبيل المثال انت عايز تدخل مجال زي الكمبيوتر ساينس، يعني عايز تشتغل في مجال البرمجه. بس في نفس الوقت مش هتقدر ان انت ترجع كليه من اول وجديد تذاكر عشان تدرس كمبيوتر ساينس عشان تشتغل مبرمج مثلا. فبتضطر تعمل ايه؟ بتضطر ان انت تتعلم او تشوف ايه هي المهارات المطلوبه، يعني مثلا بتعلم مثلا بايثون، جافا سكريبت، سي بلس بلس، وتبدا تطبق الحاجات ديت على مشاريع انت بتبص عليها او انت بتدور عليها. يعني تبدا تطبق الكلام ده كله على المشاريع عن طريق ان انت بعد ما بتتعلم السكيلز ديت بتبدا تشوف مشروع او تحدد مشروع ايا كان، عايز تعمل ويب سايت او عايز تعمل ابلكيشن، وتبدا تستخدم التولز او الحاجات اللي انت اتعلمتها بان انت تعمل كرييت او ان انت تبني الويب سايت دوت او المشروع ده. في نفس الوقت مجال الداتا نفس الفكره بالظبط، انت ما عندكش المقدره ان انت ترجع وتذاكر او ان انت تدخل كليه من اول وجديد عشان تذاكر مثلا حاجه زي ستاتستيك او تذاكر حاجه مثلا زي رياضيات او اي حاجه من الكلام دوت. فايه الحل دوت؟ ان انت بتتعلم التولز او السكيلز المطلوبه، وديت اتكلمنا عليها في الفيديو الاولاني، ان انت محتاج تتعلم سيكوال، بايثون، باور بي اي، اكسل. كل الحاجات دي تبدا ان انت تتعلمها، وبعد ما بتتعلم الكلام ده كله بتبدا تطبق الكلام ده عن مشاريع. يعني طيب ايه هي المشاريع اللي انت تقدر تطبق عليها في مجال زي مجال الداتا؟ الموضوع سهل جدا، تخش في مواقع كتيره جدا على النت واسهلها وناس كتيره جدا عارفاها اللي هو الموقع اللي اسمه كاجل. بتخش تجيب اي داتا من عليه وتبدا تطبق اللي انت اتعلمته من السكيلز ديت باستخدام الداتا. يعني زي مثلا جبت داتا من على الموقع كاجل دوت، وبعد كده انت عارف سيكوال، تاخد الداتا تدخلها على سيكوال وتبدا تعمل داتا كليننج، داتا مانيبيوليشن باستخدام سيكوال. دي اكسبيرينس انت ما تقدرش ان انت تجيبها غير وانت في شركات، بس في نفس الوقت انت اللي بتعملها، يعني انت اللي بتعمل كرييت للسكيلز ديت او للاكسبيرينس ديت. بتتعلم سيكوال، بتتعلم باور بي اي، بتتعلم اكسل، تخش تجيب داتا، تاخد الداتا ديت وتبدا تطبق الحاجات اللي انت اتعلمتها او التولز ديت باستخدام الداتا اللي انت جبتها. اقرب مثال على كده الكورس اللي انا عامله اللي انا لسه بادئه اللي هو السيكوال. كل اللي احنا عملناه ايه، او كل اللي انا عملته ايه؟ جبت داتا جمعتها، والداتا ديت هي موجوده على اكسل، انا بطبقها على سيكوال. ده في حد ذاته مشروع. فاهم قصدي ايه؟ ممكن بعد ما تخلصها من على سيكوال تاخد نفس هي الداتا، تبدا تعمل حاجه بيها على الباور بي اي، وتبدا تعمل بيها حاجه على البايثون. يبقى دوت مشروع كامل انت استخدمت فيه كل التولز اللي معاك او كل السكيلز اللي انت اتعلمتها، سيكوال، باور بي اي، اكسل، وممكن تستخدمها كمان على بايثون. هي نفس الفكره، بس هي الموضوع كله ان انت لازم تبدا، يعني لازم تجيب داتا وتبدا تشتغل عليها. مادام ان انت مش هتعرف تجيب اكسبيرينس، لازم نكون واضحين. اي شركه هتروح تشتغل فيها او ان انت تقدم عليها عايزين واحد على الاقل عنده اكسبيرينس مش اقل من سنه سنتين مثلا. طب انت ازاي هتجيب الاكسبيرينس ديت وانت مش شغال؟ يعني وده سؤال انا كنت دايما بساله لنفسي حتى قبل ما اشتغل. يعني قبل ما اشتغل كنت دايما اقعد اقول كل الشركات عايزه اكسبيرينس، انا اجيب الاكسبيرينس منين؟ بدات ان انا اعمل كده، بدات ان انا اجيب داتا، ومن الداتا دي بدات استخدم التولز اللي انا عارفها، يعني عارف سيكوال وعارف باور بي اي وعارف اكسل. اخد الداتا دي وابدا احللها واعمل لها داتا كليننج باستخدام السيكوال والبايثون والباور بي اي. الموضوع سهل وبسيط، واحط الحاجات دي في مشروع في السي في بتاعي او في الريزومي بتاعي على هيئه بروجكت انا عملتها، حللت 1 2 3 وعملت كذا 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 باستخدام مثلا بايثون، باستخدام باور بي اي، باستخدام سيكوال. ده في حد ذاته مشروع، يعني مشروع تقدر تبني عليه اكسبيرينس انت اخدتها. برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا ان انت لو هتعمل مشروع او هتعمل بروجكت لازم تكون انت فعلا اشتغلت عليه، لان في ناس بتسرق مشاريع وينسبوهم لنفسهم، وده ما فيهوش يعني اكيد هو غلط، بس في نفس الوقت هم بيفتكروا ان هو كده بيقدر ان هو يضحك على مثلا على الشركه او يقول لها او يبين للشركه ان هو عنده اكسبيرينس بمشروع هو سرقه. اغلبيه الوقت لما انت بتروح تقدم على شركه او بتعمل انترفيو بيسالوك تفاصيل التفاصيل عن المشروع دوت، اللي انت بتروح تقدم لهم المشروع وتقول لهم انا عملت مشروع وهم بيصدقوك على طول. لا لا لا، ده بيدخلوا في تفاصيل التفاصيل عن المشروع دوت،
بيسالوك ايه هي التولز اللي انت استخدمتها، او ايه هي السكيلز اللي انت استخدمتها، ازاي حللت ديت، طب ليه حللت دوت، طب ليه عملت داتا كليننج هنا، ليه مسحت الفاليوز ديت، كل التفاصيل بيسالوك فيها في الانترفيو عشان يتاكدوا ان البروجكت دوت او المشروع اللي معاك انت اللي عامله فعلا، مش واحد مديهولك او ان انت واخده من اي ويب سايت او اي حاجه. فدي نقطه مهمه جدا ان انت لازم تبقى عارفها، ان انت لو عندك مشروع وكاتبه عندك في السي في بتاعك ان انت عندك اكسبيرينس في المشروع الفلاني، لازم تبقى انت اللي عامله، لان لازم تبقى انت فاهم كل كبيره وصغيره فيه، لان مليون في الميه هتتسال فيه، ما فيهاش فصال يعني. ما فيش شركه هتروح تاخدك وان انت تروح تقدم المشروع وتمشي على طول، لا لا لا، هيسالوك فيه كتير جدا جدا يعني. طيب حاجه تانية وعايز اتكلم عليها، وفي ناس كتيره جدا بتتكلم في الموضوع دوت، ان انت عشان تدخل مجال مثلا زي مجال الداتا محتاج ان انت يبقى عندك اكسبيرينس، او ان انت لازم الاولويات ان انت تتعلم حاجه زي الاستاتستيك او حاجه زي الرياضيات مثلا. انا والله العظيم ما عنديش اي مشكله من الكلام ده خالص، وانا فعلا متفق مع الناس ديت ان انت فعلا محتاج ان انت تتعلم استاتستيك ومحتاج ان انت تتعلم رياضيات. بس في سؤال مهم جدا، هل دي اولويات ولا لا؟ هي دي النقطه الفاصله في الموضوع ده كله. انا بالنسبه لي او من وجهه نظري، انا اي حاجه بقولها في التشانل دي وجهه نظري، حاجات انا شفتها مبنيه عن اكسبيرينس اللي انا شفتها. في ناس تانية هيبقى عندها اراء تانية مختلفه تحترم مليار في الميه، وديت ارائهم هم. بس انا بالنسبه لرايي انا شايف ان انت في الاولويات ان انت محتاج ان انت تتعلم سيكوال، باور بي اي، بايثون، تحتك بديتا كتير. طيب هل انت محتاج ستاتستيك او محتاج اللي هو الاحصاء عشان تقدر تتعلم مجال الداتا؟ لا لا، دي حاجه الموضوع مختلف يعني معلش، احنا ممكن نستخدم الداتا ان انت تعمل حاجات حسابيه حرفيا، يعني حساب بتاع 5 ابتدائي، يعني طرح والجمع والقسمه يعني، وان انت تجيب المتوسط يعني حتى بنعملها في مصر. يعني احنا كلنا قاعدين في مطعم وكلنا اكلنا، بعد ما بناكل بناخد الشيك ونقسمه علينا كلنا، ده الافريج يعني، ده يعني كل واحد بيدفع كام. الموضوع مش محتاج استاتستيك ولا محتاج اي حاجه يعني. بس في ناس كتيره عندها اراء او ان هم شايفين ان انت لازم تبقى فاهم استاتستيك بنسبه كبيره قوي، يعني فاهم حاجات كتيره جدا في الاستاتستيك. انا مش ضد الناس ديت، انت فعلا محتاج ان انت تفهم استاتستيك، بس انا بتكلم عن اولويات. بمعنى لو انت في جامعه والجامعه دي بتدرس لك استاتستيك وبتدرس لك رياضيات مثلا اللي هي الاحصاء والرياضيات، مليون في الميه مفيش مشكله. اكيد مش هتروح تقول للدكتور بتاع الجامعه انا مش هذاكر الحاجات ديت، فاهم؟ ده منهج غصب عنك هتمشي عليه عشان تخلص الكليه بتاعتك. بس لو انت عندك الاوبشن ان انت تختار، لان احنا دلوقتي بنتكلم ان انت مش هتقدر تدخل كليه، يعني ما عندكش الاوبشن ان انت تدخل كليه، فان انت عندك الاوبشن ان انت اللي تختار تبدا بايه وتنهي بايه. فلو انت سالتني من وجهه نظري لازم تبدا بالسكيلز المطلوبه، عشان انت في احتياج ان انت تلاقي شغل، او ان انت في احتياج ان انت تشتغل. انا مش لسه هخش اتعلم ستاتستيك من اول وجديد، واتعلم رياضه من اول وجديد، وابدا في الاخر اتعلم السكيلز والمهارات المطلوبه. لا، ابقى انا كده بادئ غلط يعني. ليه؟ في ناس كتيره جدا ما بتحبش الاستاتستيك، انت مش عارف الاستاتستيك دي مستخدمه في ايه في مجال الداتا، فهتخش ان انت تتعلم بشكل عشوائي، ممكن تتعلم الاستاتستيك كلها، فاهم؟ فانا شايف ان دوت مش الصح يعني، من وجهه نظري ده مش الصح. انا لما عملت انترفيو ما حد سالني في ستاتستيك خالص، كله كان بيسالني انت عارف سيكوال؟ طيب اكتب لنا كويريز، عايزين نعمل كذا، عايزين نعمل كذا، عايزين نطلع كذا، عايزين نفهم دوت، عايزين نفهم دوت. بيشوفك، لان ده اللي على ارض الواقع، ده الحقيقه. النقطه الثانيه واللي عايز برضو اتكلم عليها مهمه جدا، جروبات كتيره جدا او بيجز او ناس بتبيع المجال بتاع الداتا ساينس في العموم، داتا ساينس مش داتا اناليسيس، داتا ساينس. يقول لك مثلا عايز تعمل تشات جي بي تي عندك في البيت، تعالى تعالى خد الكورس بتاعي، هعلمك داتا ساينس، وتاخد خلص الكورس وتشتغل على طول في مجال الداتا ساينس. انا في نقطه عايز افهمها لكم، الموضوع ده مش صح. ليه مش صح؟ مجال الداتا ساينس اعلى كرانك، يعني كبوزيشن او كوظيفه اعلى من مجال الداتا اناليسيس. بمعنى ايه؟ لو انت مثلا محاسب، لما بتيجي تدخل شركه بتبقى محاسب مبتدئ، وبعد كده بتبدا تدريجيا تعلى تبقى سينيور، وبعد سينيور تبقى مثلا مانجر، وبعد مانجر تبقى سينيور مانجر، في بي، اكزيكتيف، كل الكلام دوت. مجال الداتا ساينس ان انت تبقى داتا ساينتست اعلى من مجال الداتا اناليسيس. فاللي بيدخل مجال الداتا ساينس اللي هو بيسموه الانتر ليفل، يعني المبتدئ فيه، بيبقى اوريدي عنده اكسبيرينس. فمفيش حد بيدخل مجال الداتا ساينس من وهو زيرو اكسبيرينس، دي صعبه. هيجي ناس يقول لي ما انت كده بتحبطنا، انا عايز ابقى داتا ساينتست. ابدا في مجال الداتا اناليسيس، لازم تحتك بداتا، وبعد كده تبدا تخش على مجال الداتا ساينس، لان مجال الداتا ساينس اعلى من مجال الداتا اناليسيس. مش هينفع ان انت تنط 20 سلمه مره واحده وانت ما عندكش اوريدي الاكسبيرينس.
فلازم بتبداها حاجه حاجه. انت لما بتشتغل في مجال الداتا في العموم، سواء داتا ساينس او داتا اناليست، ايه كل احتكاكك بالداتا. الداتا دي بتبقى جايه منين او جايه فين، بتشوفها فين؟ في الداتا بيز بتاعت الشركه. فعشان كده قلت من اول فيديو ليا، قلت اول حاجه مطلوبه من ضمن المؤهلات المطلوبه هي سيكوال، لان مفيش شركه ما عندهاش داتا بيز، مفيش شركه ما عندهاش داتا بيز نهائي، ده مش موجود. اي شركه عندها داتا بيز. عشان تعرف تتعامل مع الداتا اللي موجوده على داتا الشركه لازم تكون فاهم داتا بيز. طيب والتانيه، الحاجه الثانيه، انت فاهم ستاتستيك بس مش عارف داتا بيز، مش فاهم سيكوال، مش فاهم داتا، هتخش تطبق دوت جوه الشركه ازاي؟ يعني انا عندي شركه، عايز واحد يجي يمسك لي الداتا ديت، ينظفها لي ويعمل لي داتا مانيبيوليشن ويحللها لي وكل الحاجات ديت. ازاي هيعمل الكلام دوت وهو فاهم ستاتستيك، شاطر جدا في الاستاتستيك، بس ما يعرفش اي حاجه في الداتا، ما يعرفش اي حاجه في الداتا بيز، ما يعرفش اي حاجه في السيكوال؟ ازاي هيطبق الكلام ده؟ يعني ازاي؟ يعني ديت انا نقطه لحد الان برضو مش فاهمها من الناس اللي هي بتقول اتعلم ستاتستيك، سيبك من اي حاجه بس اتعلم الاحصاء والرياضيات. طيب هتشتغل ازاي في الشركه؟ يعني الشركه ازاي هتبقى مستأمناك ان انت على الداتا اللي معاها ان انت تخش تبقى فاهم كل حاجه في الداتا؟ انا شاطر جدا في الاستاتستيك بس انا مش عارف اي حاجه في الداتا. يعني الموضوع غريب بالنسبه لي، مش فاهمه. ودوت وجهه نظري، انا كل حاجه بقولها هنا دي وجهه نظري مليون في المية. اخر حاجه عايز اتكلم عليها، ان في ناس برضو شفتهم على بيجز كتير بيتكلم ان انت لازم على الاقل تبقى فاهم ستاتستيك، يعني بدايات الاحصاء، بحيث ان انت تعرف تحلل داتا، او ان انت على الاقل تعمل حتى داتا كليننج او داتا مانيبيوليشن. طيب في سؤال مهم جدا، ودوت يبين زي ما انا ما قلت الفرق ما بين واحد اشتغل في شركه او اكسبيرينس انت موجوده في شركه، وبين ان انت بتتعلم الحاجات ديت او المجال ده بس من على النت. فاهم؟ انا عارف جدا ان في ناس كتيره جدا بتخش على مواقع زي كاجل بيشوفوا ازاي تعمل ريجريشن اناليسيس، وازاي تعمل ديسيجن تري والامبيوتيشن والنال فاليو، وازاي يشيلوا النال فاليو ويعملوا لها ريبليسمنت مع الافريج والمين، كل الكلام ده انا والله العظيم ضده. جميل جدا، دي نقطه مهمه جدا الناس كلها لازم تعرفها اللي عايز يدخل المجال دوت. لو انت فاكر ان انت هتدخل شركه والشركه ديت هتديك اكسس كامله ان انت تعمل ديليت لفاليوز، وان انت تعمل ديليت لكولومز، وان انت تتصرف في الداتا دي زي ما انت ما عايز، يبقى انت كده مش فاهم خالص خالص خالص. الداتا اللي بتبقى موجوده في الشركات دي بتبقى زي ايه؟ كنز بمعنى كلمه كنز. مفيش شركه هتدي اي شخص صلاحيات ان هو يعمل ديليت او يعمل التر، يعني يغير في الداتا او يمسح حاجات من الداتا من غير ما يبقى عندهم ثقه تامه في الشخص دوت مليار في المية اللي هو بيعمله ده صح. فاللي هيجي يقول لك انت لازم تتعلم حاجات زي الامبيوتيشن وازاي تعمل كلين ديليت كولومز والحاجات دي بنسبه كبيره جدا مش صح تماما. الحاجات دي ممكن تعملها انت في الداتا بتاعتك، انت قاعد عمال زي بيقول لك ايه، بتشخبط فيها، محدش هيقول لك حاجه. يعني انت ماسك الداتا عمال بتشخبط فيها، بتعمل لها ديليت، دي داتا بتاعتك انت، محدش هيقول لك انت بتعمل ايه. لكن احنا بنتكلم في شركات، لما بتيجي تشتغل في شركه مفيش شركه هتديك الاكسس ان انت تخش تعمل ديليت لكولومز، وان انت تخش تعمل ريبليسمنت لفاليوز جوه وتعمل تشينج الفاليوز. لا 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 لا، الكلام ده نهائي مش موجود، نهائي مش موجود. ده اول حاجه. تاني حاجه، اصلا انت لما تدخل شركه بيدوك حاجه اسمها فيو اكسس، يعني الاكسس اللي بيديها لك بتبقى عباره عن فيو بس. لو انت كتبت كويري او كتبت كود ان انت تعمل ديليت بيجي لك ايرور ان انت ما عندكش اكسس للكلام دوت. فليه انا بقى ده يوصلنا لنهايه الحاجه اللي انا عايز اتكلم عنها او اللي انا عايز اشرحها، ليه انا اركز عن ان انا اتعلم ستاتستيك والامبيوتيشن وكل الحاجات ديت، والشركه اصلا اوريدي مش هتديني اكسس. هتديك اكسس للكلام دوت بعد ما ياخدوا ثقه فيك، بعد ما يعرفوا ان انت فعلا مؤهل ان انت تعمل الكلام ده. طب امتى انت هتبقى مؤهل ان انت تعمل الكلام ده، او امتى الشركه هيبقى عندها ثقه فيك ان انت تعمل الكلام ده؟ مش قبل 5-6 سنين يعني، ده شيء طبيعي ومنطقي. يعني مفيش محاسب اول لما بيدخل مجال المحاسبه الشركه بتدي له الميزانيه بتاعتها تقول له روح اعمل لنا ميزانيه. لا لا لا، الموضوع بيبقى مبني على اكسبيرينس. اول لما انت بتبقى محاسب وتدخل مجال المحاسبه وتدخل تشتغل في شركه، حرفيا كل اللي انت بتعمله ايه؟ بتصرف المرتبات لحد ما بتبني اكسبيرينس، وبعد كده يبدا يدخلوك حاجه في حاجه او واحده واحده في حته الميزانيه. لكن مش من اول يوم هيقول لك خش اعمل لنا ميزانيه. الكلام ده مش صح نهائي. ودوت عشان كده انا بقول من ضمن الاسباب او من ضمن الحاجات المطلوبه والمهمه جدا ان انت لازم تعرف يعني ايه تعمل مع داتا، ازاي تعرف تعمل كليننج للداتا، ازاي تعرف تظبط داتا، ازاي تعرف تعمل داتا اناليسيس. دي الاولويات. بعد كده بقى الاستاتستيك والامبيوتيشن والريجريشن اناليسيس والديسيجن تري وكل الحاجات دي تعلمها مع الوقت. بس على الاقل حط رجلك جوه الشركه، ابدا حط رجلك على اول سلمه. لكن مش هينفع ان انت من اول مره عايز تفهم ريجريشن اناليسيس والديسيجن تري وانت مش فاهم داتا. طب انا بتعلم ديسيجن تري هطبقها على ايه؟ انا مش فاهم. يعني انا اتعلمتها وعرفت الاكواد وعرفت كل الحاجات دي وعرفت الفانكشنز وكل الكلام الجميل ده، هطبقها على ايه بقى؟
داتا؟ انا مش فاهم داتا اصلا، فاهم؟ فعشان كده بقول دي اساسيات، ان انت تبدا الاول في مجال الداتا، تبدا تتعلم السكيلز، تبدا تاخد الداتا دي وتبدا تعمل لها كليننج وتحتك بيها وتعمل لها اناليسيز، وتبدا تشوف ان انت تحاول تدخل جوه شركه، ان انت تشتغل جوه شركه. وبعد كده موضوع بقى الاستاتستيك والريجريشن اناليسيز وكل الكلام ده تبدا تاخده حاجه في حاجه. ده من وجهه نظري ودوت من رايي. وتعمل الكلام ده ازاي؟ زي ما اتفقنا او زي ما قلنا، انا عن نفسي عندي على الشانل بتاعتي في كورس سيكول، جمعت داتا بتاعت الدوري الانجليزي، بنعمل لها اناليسيس وبنعمل لها كليننج، وبعد كده ان شاء الله هشتغل على باور بي اي، وبعد كده بايثون، وبعد كده تابلو. يعني باذن الله حاجه نخلصها وهنتعلم سكيلز معينه او هنتعلم حاجه جديده. انت نفس النظام، لو انت مش عايز تتابع مثلا الشانل بتاعتي او الكورس بتاعي او اي حاجه، وعايز تدخل في المجال دوت وفي طريق تاني، لازم تعمل نفس الستابس، نفس الحاجات، ان انت تاخد داتا وتبدا تطبق عليها باستخدام التولز اللي معاك ديت. دوت الاكسبيرينس، وده هو مشروع تبدا تحطه في السي في بتاعك او في الريزمي بتاعك، يثبت ان انت عندك اكسبيرينس وان انت فاهم. بس الموضوع سهل وبسيط يعني. لكن ما تعقدش نفسك في حته ان انا لازم عشان ادخل المجال دوت لازم اكون انا مكسر الاحصاء كلها عارفها من الالف للياء لا 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 لا. والله العظيم ثلاثه، والله العظيم انا شغال في الشركه بتاعتي هنا في امريكا بقالي 3 سنين ونص او داخل في 4 سنين، والله العظيم ما استخدمت احصاء، والله ما استخدمت احصاء خالص. لو الناس فاكره ان انت بتطلع الافريج او اللي هو اللي بيسميه المتوسط والجمع والطرح والقسمه، لو الناس بتسمي ده احصاء، يبقى انا كده استخدمت فعلا احصاء، وانا كده متاسف. ده مش احصاء، ده حساب بتاع 5 ابتدائي يعني حاجات عاديه جدا بتفهمها يعني. الاحصاء اول حاجه انا بتكلم عليها الجزء المتقدم، اللي هو بقى انت مطالب ان انت تعمل ديسيشن تري، مطالب ان انت تعمل ريجريشن اناليسيس، statistical اناليسيس، فيلم كبير شويه دوت. مش دلوقتي خالص يعني، كواحد لسه مبتدئ لا مش دلوقتي. لو انت في ليفل متقدم وعندك الاكسبيرينس الكافيه وعايز تدخل في المجال ده، اقول لك ماشي، ساعتها ممكن ان انت تقدر تتقدم في الحته ديت وتبدا تتعلم الجزء بتاع الاستاتستيك، ان انت اوريدي عندك البيزكس، عندك الاساسيات. لكن انت ما عندكش الاساسيات وعايز تتعلم استاتستيك، انا من وجهه نظري مش صح. وده كده يبقى نهايه الفيديو. انا شرحت الموضوع وقلت وجهه نظري. انا مش بختلف مع الناس، برضو اقول ده تاني، مش بختلف مع الناس اللي بتقول لازم ان انت تبقى فاهم استاتستيك ورياضه. انا متفق معاهم، بس في اولويات وعلى حسب الليفل بتاعك. ده من وجهه نظري. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. لو شايف ان الفيديو او لو شايف ان الشانل كويسه وان انت بتتعلم منها، ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وان انت تعمل لايك على الفيديو، عشان اللي عايز يدخل المجال دوت يتعلم ويقدر يشوف الفيديوهات برضه. شكرا جدا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.